الأب اللي مراته على وش ولادة، واللي يمكن يكون متوتر أو حاسس إنه مش عارف هيعمل إيه بالظبط وقت الولادة. النهاردة كلامي مش موجه للأمهات زي كل مرة، النهاردة كلامي موجه ليك أنت. خليني أقول لك حاجة في الأول، أنت مش مطالب تكون خبير يعني، بس دورك مهم ومؤثر أكتر مما تتخيل. أول لما الطلق يبدأ ويكون لسه مش منتظم، دورك هنا إنك تساعد مراتك على الهدوء. ساعدها تنام وترتاح بين الانقباضات على قد ما تقدر، لأنها داخلة على مجهود كبير وهتحتاج طاقة عالية الفترة اللي جاية. شجعها تاكل وتشرب، لأن بعد شوية ممكن الطلق يشد عليها وما تقدرش تاكل. وفكرها تدخل الحمام بانتظام كل ساعة تقريبا، علشان المثانة تفضل فاضية وتسهل نزول البيبي. بعد شوية لما تدخل في مرحلة الولادة النشطة، الطلق بيقوى وبيقرب من بعضه. هنا الحركة بتفرق جدا. ساعدها تمشي كتير، تطلع سلالم، تعمل سكوات أو تمارين على كرة الولادة. كل ده بيساعد البيبي إنه ينزل أسرع وبسهولة أكتر. ووقت الانقباضة نفسها ممكن تعمل لها ضغط بسيط على أسفل الظهر أو على جانبي الحوض كده لو ده مريح ليها. بين الانقباضات اديها ميه او ميه جوز هند، ومعاهم شويه تمر او زيتون علشان تحافظ على طاقتها وترطيب جسمها على طول فتره الولاده. وما تنساش طبعا تفكرها بالحمام كل ساعه تقريبا. ولما مراتك توصل بقى للمرحله الانتقاليه اللي هي قبل مرحله الدفع على طول، اللي بيكون فيها سيل من المشاعر زي الخوف والقلق واليأس والإحباط، تبدأ تقولك خلاص إنها مش قادرة تكمل، ساعتها مهم جدا إنك تحافظ على التواصل البصري معاها وتكلمها بصوت هادي ومطمئن، وفكرها إنها خلاص قربت تخلص، وشجعها إنها تعدي كل انقباضة وكأنها آخر انقباضة. وممكن كمان تحط لها كمادات باردة على راسها وعلى رقبتها ما بين الانقباضات. نيجي بقى لأهم مرحلة وهي مرحلة الدفع. ساعدها تختار الوضعية الأريح ليها، اسألها لو حابة تغير وضعها ما بين الانقباضات، وشجعها بكلام صادق فعلا إنها قوية وإن اللي بتعمله ده إنجاز حقيقي. وبين الدفعات شربها مية، اديها تمر أو زيتون حسب ما تحب، حط لها كمادة باردة على راسها، وخليها تتنفس معاك تنفس هادي وعميق. البيبي خرج بالسلامة الحمد لله. دورك هنا مهم جدا، دافع عن حق ابنك في تأخير قطع الحبل السري علشان تحميه من الأنيميا والصفرة، وإنه يتحط سكين تو سكين مع مامته فور الولادة، وتغطيهم مع بعض هما الاتنين ببطانية نظيفة. شجعها إنها تبدأ رضاعة بعد الولادة مباشرة أو في أقرب وقت تقدر عليه، علشان تستفيدوا من الساعة الذهبية بعد الولادة. اديها مرطب للشفايف، لان الامهات بعد الولاده بتكون شفايفهم ناشفه جدا ومتشققه وبتكون فعلا مؤلمه ليهم. ساعدها كمان انها تشرب وتاكل حاجه خفيفه وهي حاضنه طفلكم وبترضعه. وطبعا تتابع فحص البيبي وانهاء اجراءات المستشفى. واخيرا، انت مش محتاج تكون عارف كل مراحل الولاده بالتفصيل ولا كل التفاصيل الطبيه. كل المطلوب منك انك تكون موجود. وجودك بيحسسها بالامان، انك تلاحظ هي محتاجة ايه من قبل ما تطلب، وانك تحافظ على هدوءك لانه هينعكس عليها وهيساعدها تهدى هي كمان، وده اللي بيسموه الميرور افكت. وجودك لوحده كفاية. وعلشان كده دايما بقول ان التحضير للولادة مش للأم لوحدها. في كورس أمومة بلا قلق بنجهز الأم لمرحلة الأمومة، وبنجهز كمان الأب إنه يكون داعم وفاهم ومشارك ومطمئن. لو داخلين على ولادة قريب، تابعوني هنا واحجزوا مكانكم في كورس أمومة بلا قلق، وهتلاقوا تفاصيل أكتر تساعدكم تعدوا المرحلة دي بثقة وهدوء. أشوفكم بخير.